ازيكم شباب عاملين ايه؟ انا عارف اني اتاخرت جامد في تنزيل الفيديوهات، ولكن زي ما بيقولوا ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. بس يا عزيزي قبل ما نبدا الفيديو ساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا. So please Sarakabar whatever. شفنا في الحلقه اللي فاتت يا عزيزي لما دخلت الفرقه من رتبه اس المكان وبنشوف القائد بتاعهم وبيكون اسمه جراوس، واللقب بتاعه سرعه الضوء، والتاني اسمه ايريك واللقب بتاعه الزراعه القويه، والتالت بيكون اسمه سيرم واللقب بتاعه النار الملتهبة. على سامي انا لو الكاتب هسمي الفرقة شامبوش راسة. واخيرا سيدة السيف لينا والمعجبين بتوعها كتير، واحد بيقول لها ايه رايك نشرب الشاي مع بعض، فبتبص له نظرة قاتل متسلسل واحدة واحدة عليه ومتخافيش الناس. وطبعا انت عارف اللي حصل بعدها يا زيزي لما عملت نفسها من بنها وقالت له معرفكش، بس لو ما تعرفش روح بسرعة اتفرج على الحلقة الأولى وتعالى كمل تاني. وبيكون مصدوم انها نسيته وبتقول له ايلا ايه رايك نروح نفك وناكل بيتزا على المكافاه بتاعتنا تجهز. او دي يا عزيزي بتفكرني لما اكون في مشكله وصاحبي بيكون كل همه الاكل، وبنروح للمطعم وهما بياكلوا وبيكون صاحبنا مكتئب بسبب اللي حصل، فبتقول له ايلا اذا ما كنتش هتاكل فاكل نصيبك كمان. فبيرد عليها وانت مجنونه اكيد هاكل، وما شاء الله بياكل واحده من هنا تنزل على المعده على طول تقريبا شايل البلعوم، وبتيجي لنا وتديله ميه عشان ما يشرقش، ولسه هيفتح بقه ويعرف الناس انها هنا بسبب صوته العالي، فبتقول له اسكت هتفضحنا وممكن يشوفنا جراوس. وبعدها بتقعد وبتتعرف على ايلا، بيقول لها لايت هو ايه اللي جابك هنا يا ابني اسكت صوتك عالي، وكمان انا اللي عايز اعرف ايه اللي جابك النقابه. مش بحب اتكلم عن نفسي كتير بس انا وايلا بقينا مغامرين، وبيحكي لها بعدها اللي مر بيه لغايه ما بقى مغامر، وبتفرح له من قلبها انه اخيرا حقق حلمه ده بسبب مهارته القويه يا سيد السيف، وقريب اوصل لمستواكي. ما تحكي لي شويه عن الفرقه اللي انت فيها، حابب اعرف عنها اكتر. بيبان انها مش مبسوطه وبتقول انا اصلا مجبره اشتغل معاهم سيدة الغفر كفلوس الحمد لله مستوره وقبض كويس، ولكن حابب اقول لك انك تخليك بعيد عنهم. فبيرد عليها عشان كده عملت نفسك مش عارفاني، ولكن مش المفروض ان الفرقه بتاعتك كويسه. وبنرجع لمشهد حصل من قيمه شهرين وكانوا في مواجهه افعى عملاقه هي اكيد ضعيفه قدام النار، وبالفعل تقدر النار تخلص عليها، ولكن بتلاحظ لينا ان الهوا بيوجه النار ناحيه المزارع وبتحاول تحذر الفرقه بتاعتها، ولكن بتتصدم لما جراوس بيقول لها وفيها ايه يعني لما تتحرق. وبنشوف بعدها المزارعين وهم منهارين من العياط بسبب اللي حصل للمزارع. سيبيهم تقدر المحاصيل تطلع تاني، بس انا فرحان اننا خلصنا، لو ما كناش وقفناها لكانت قتلت ناس كتير، المهم انهم عاشوا. وطبعا بتكون على اخرها وبتروح لسيدة الغفر وتقول لها اللي حصل كان غلط، فبتقول لها ايه الغلط، كل اللي هيفتكروا التاريخ ان فرقة البطل هزمت افعى عملاقة، فبتستغرب اللي هو انت ازاي موافقة على اللي حصل. وبنرجع للحاضر ولايد بيقول لها مالك انت كويسه، فبترد عليه مفيش انا كويسه، انا ما اعرفش اللي حصل معاكي، ولكن لو انت مش مبسوطه في فرقتك فايه رايك تنضمي لينا. فبترفض ولكن هل انت متاكده، فبترد عليه ايوه للاسف متاكده. طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ فلما بتلاقيه لاحظ ده فبتقف وتقول لهم انا مضطر امشي وتسيبهم وتمشي. فبيقول لايت جواه يا ترى ايه اللي حصل معاها. وبننتقل بعدها لنقابه المغامرين والموظفه بتقول له اتفضل المكافاه، واللي بتكون 10000 جولد عشان هزم الغول، بس عاش اللي انتوا عملتوه ومنتظر اللي هتقدموه بعدين. صاحبنا مش بيكون مبسوط بالفلوس، بتقول له ايلا انت اكيد مش مبسوط بسبب لينا، فبيقول لها ايوه لان قلقان من الطريقه اللي كانت بتتصرف فيها، يا ريت نعرف هما جابرين على ايه في الفرقه. فبتقول له ايلا طب ايه رايك تروح تسال الشخص من الفرقه، وبتشاور على الاوضه بيكون جواها البطل جراوس والبنتين اللي معاه، يقول قد ايه الفرقه قويه وانه شخص قوي ومحدش يقدر يهزمه، يعني طبله شغاله. واحده بتساله احكي لنا قصه قتلته فيها وحش قوي. بص يا ستي كانت مهمتنا اننا نقتل دب اشيب، وبعد لما وقفنا تحركاته بالنار الملتهبه ساعتها خلصت عليه بسيفي. هي اسطوانه حمضانه وبتتكرر شكلها، وطبعا مفيش اي وحش يقدر يقف قدام سيف السريع. بتيجي الموظفه وتقول معلش بخصوص اخر مهمه سكان المحليين قدموا شكوى ان النار دمرت محاصيلهم، ما توجعيش دماغي، وقول النقابه تتحقق من ادعاءاتهم وكمان يمشوا من المكان. هتقول لي يا عزيزي هو ليه واثق قوي كده النقابه مش هتعمله حاجه؟ سؤال جميل بس اجابته الحلقات اللي جايه. وكمان مفيش مشكله من شويه تضحيات بسيطه، وبيهددها انها تسكت يا اما، ولكن صاحبنا بيتدخل ويقول له خلينا تسيب فرقتك نعم وتطلع مين انت بسلامتك. مش مهم انا مين، مش كفايه بتهدد موظفه، وكمان لينا عمرها ما كانت هتقبل اللي بيحصل ده. فبيضحك عليه ويقول له تكون واحد من المهووسين بلينا، بطل عبط، انا شفت لينا بتعيط واكيد بتعاني بسببكم. فبيطرع بصباعه وبيجي الامن بسرعه ويمسكوه، بيقول له القاعه اللي انت فيها دي مخصصه للمغامرين الرتبه اس، فمش مسموح تكون هنا، بقول يلا مش عايز اشوف وشك. ولما ايلا تشوفه بتروح تطمن عليه، وبنشوف فرقه جين واحد بيقول مفيش فايده من مواجهته لانه ساعتها هتكون في مواجهة سيدة الغجر. فكرني في فيلم جيمس بوند لما قال حامية حراميها، وكمان هيكون من الصعب وقتها تشتغل كمغامر في البلد. وبعد لما يمشوا لايت بيقول لأيلا أنا آسف لأن ممكن ما نقدرش ناكل بيتزا بعد كده، وبنروح للنقابة تاني يوم. وبنشوف إريك بيقول إيه رأيكم في الفس الجديدة اللي اديتها لسيدة الغجر، والتاني بيقول إحنا محظوظين لأننا عندنا مهارات قوية. ولينا وقتها بتفتكر كلام لايت وإنها تقدر تنضم ليه،
وبتجمع شجاعتها وبتروح لجراوس وتقول له انا عايز اسيب الفرقه. ايه ده ليه؟ ده احنا اقوى فرقه في التاريخ، ولكن انا ما اقدرش اشوف اللي بيحصل واكمل عادي. وبتمشي من المكان، ولكن بيظهر قدامها جراوس وبيهددها ويقول هو دخول الحمام زي خروجه، ما تحاوليش تقاومي، انك عارفه ان حتى مع قدرتك ما تقدريش تلمسيني. فبتستسلم للامر الواقع وتسيب سيفها، وبعدها بيديها بالكف لدرجه انها وقعت على الارض من قوته. وبيقول لها احسن لك ما تكررهاش تاني، انت تعرفي كمان الناس بتحب تشوفك. وبيقلب على وش الحي ويقول لها علشان كده خلينا ننقذ العالم لحد ما نموت. ولينا مرعوبه من اللي بتسمعه. وبعدها بيتمشوا في الشارع، كل الناس بترحب بيهم، ولينا بتقول جواها انا اقدر انقذ الناس لو استحملت اللي بيحصل لي. ولكن بتتفاجئ ان لايت واقف في طريقهم. ازيك يا جراوس؟ وشكل في خطه في دماغك انت تاني، شكلك ما بتتعلمش. انا هنا عشان انقذ صديقه طفولتي لينا، تعالي معايا نصطاد الوحوش. وزي ما انت شايفه كده احنا لسه مبتدئين، ولكن انا قلت لك تخليك بعيد عني. ولكن لما كنا صغيرين وعدنا بعض اننا هنبقى مغامرين، وقتها بتفتكر اللحظات اللي قضوها مع بعض، ولكن برضه بترفض وتقول انا دلوقتي عضوه في فرقه. اكيد سمعت اللي قالته، ودلوقتي يلا بينا عشان نشوف اللي ورانا. فبقول لهم ثواني، ولكن انا بتحداك في قتال يا جراوس، ولو كسبت هتسيب لينا تمشي من فرقتك. ولكن انا مش مضطر اوافق. ولكن بيستفز ويقول لا تكون خايف من الخساره. وساعتها بيتعصب ويقول هخليك عبره لاي حد يقف قدامي، ولو انا كسبت فساعتها هتسيب نقابه المغامرين للابد وما اشوفش وشك في شوارع المدينه المحصنه تاني. ده بيرد عليه موافق، ما عنديش مشكله. ليه بتعمل كده بعد لما بقيت مغامر وتحقق حلمك؟ وكمان ما تقدرش تكسب جراوس اقتال بالسيف. فايلا بتقيمه وبتقول مهارته هي سرعه الضوء، وبتسمح له يقلل المسافه بينك وبينه بسرعه خارقه للطبيعه. فبيقول له لايت علشان يكون القتال فيه عدل انا عندي مهارتين. اكيد بتكذب، مستحيل يكون عندك مهارتين. وبيهجم عليه بسرعه، ولكن صاحبنا بيقدر يصدها. وبيقول بطلنا جواه بصعوبه قدرت اصد هجمته. وبعدها بينهال عليه بالضربات وبيقول له راحت فين شجاعتك اللي كنت بتتفخر بيها من شويه؟ بيقول واحد من الناس طبعا هيكون بيدافع بس لانه لسه مبتدئ ومش هيقدر يهزمه. مره واحده بيظهر من وراه او بيضربه، ولكن لايت بيصدها بصعوبه. بيقول جراوس مهما حاولت سيفك مش هيقدر يلمسني. الغول اللي هزمته ما يتقارنش بقوة جراوس. وبعدها بيهجم عليه، ولكن السيف بتاعه بيتكسر. وشكل صاحبنا بقى في موقف صعب. ايه ده؟ القتال خلص بالسرعة دي؟ ده انا كنت بدأت استمتع. وانت يا لينا او تعطيني طول حياتك فهخلي الحمار ده يعيش. سيبك منه يا لينا، ما تقلقيش هفوز. فبتروح وتقف جنبه وتقول انا واثقة فيك علشان كده لازم تكسب. فبيرد عليها في الحالة دي تقدري تعتمد عليا، انا هعلمكم الادب واخلص عليكم كلكم. هو تعرفوا ايلا ان سيفه مكسور، فبيدور على حاجة يستعملها بدل السيف. فبيروح عند راجل عجوز ويطلب منه المكنسة اللي معاه. فبيستعد بعدها علشان يقاتل بالمكنسة، وبيكون واثق من نفسه. وساعتها بيتجنن جراوس ويقول له انت بتقلل مني، ودلوقتي هنهي المهزلة دي. وبيهجم بأقصى سرعة، ولاد بيهدى ويركز. وبعدها بيديله بالمكنسة في وشه وبيطير ويرشق في الحيطة. ولينا وايلا بيكونوا مبسوطين، وتيم جراوس بيتصدموا من اللي حصل. وطبعا جراوس اغمى عليه من قوة الضربة. ودلوقتي حد ليه يشوف حاجة؟ وطبعا مش بيقدروا يعملوا حاجة بعد اللي شافوه. وبما انك دلوقتي بقيت حرة فارجع اسألك تاني، ممكن تنضم ليا انا وايلا؟ وطبعا يا عزيزي بتوافق. وبنروح بعدها البيت لينا، وبنشوف ايلا بتسقي الزرع. وبيكون مر اسبوع من قتاله مع جراوس. وبتيجي لينا وتقول لهم الفطار جاهز. وهما بياكلوا لينا بتساله ايه اخبار اصابتك؟ فبيرد عليها احسن بكتير، والنهارده هقدر اصطاد معاكي. وبتيجي مساعدة سيدة الغفر وتقول لها ان السيدة عايزة تتكلم معاكي لانك كسبت الفرقة. افضل زنه بس برضه جابت مش صغير ومش هقابلها. في الحالة دي مش هتلاقي نفس المعاملة لما كنت فرقة البطل. مش مهتمة، ادور على المهمات بنفسي. وبعدها المساعدة لما تلاقي مفيش فايدة فبتمشي من المكان. وبيروحوا بعدها للنقابة علشان يستلموا مهمات. فبتقول لهم الموظفة كل اللي اقدر اعرضه عليكم هو فيران شياطين في الانفاق، او تصلحوا الاسطح في الاحياء الفقيره، او دوروا على قطط تايهه. وطبعا ده كله لانهم اتحدوا سياده الغفر بسبب اللي عملوه. فبتقول لهم الموظفه هل لو توافق على الموجود؟ فبترد عليها لينا ايوه هنقبلها كلها. والناس مش مصدقه ان سياده السيف هتساعدهم، وبيكونوا متضررين بسبب عاصفه دمرت بيوتهم. فبتقول لهم ما تقلقوش تقدروا تعتمدوا علينا. وبالفعل بيقدروا يساعدوهم ويخلصوا الشغل في وقت قليل، والعمال بيشكروهم على مجهودهم. وبعدها بيخلصوا المهمات الباقيه زي القضاء على الفيران ومساعده قطه تايهه من صاحبتها. وفي نهايه اليوم بيكونوا جمعوا 100 جولد. وطبعا كل اللي هم ايلا نقدر نشتري بيهم كان بيتزا. فبيقول لها 3. فبتحبط بتقول لينا انا كنت بتمنى دايما ان استعمل مهارتي ومساعده الناس المحتاجه، علشان كده انا مبسوطه اني سبت الفرقه حتى لو كانت اعمال بسيطه. ولكن ده برضه مش نوع المغامره اللي انت كنت عايزه. ولكن بيفاجئوا ويقول لها لا انا اتبسطت كتير النهارده واتعلمت حاجات كتير بسببك يا ابني. كفايه البنت اعصابها ثابت من كتر كلامك الحلو ده. فبيقترح عليهم اسم الفرقه بتاعتهم وهو الكسيريا، ومعناها النور الغير مكتمل. وبيكون عاجبهم الاسم وموافقين عليه. وبيقول دلوقتي اقدر ابقى مغامر واسيب بصمتي في التاريخ، وانا هبقى مغامره بتقاتل عشان تساعد الناس. وايلا بتقول انا هبقى مغامره علشان اكل البيتزا. والله من غير ما تقول يا فنانه انا عارف. وبننتقل بعد كده
لسيدة الغفر، والمساعدة بتاعتها بتسألها ليه هتدي المهمة دي 3 دول، مع إن المهمة دي من الرتبة اس ممكن تعيش لينا، ولكن الاتنين التانيين فهيكون مصيرهم الموت. بتقول بكل خبث بتمنى إن الحاجة ديت ما تحصلش. وبس يا عزيزي تكون نهاية الحلقة التانية، وبعتذر تاني على التأخير، ولكن ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اللايك الرايق بتاعك، وشوفكم في رعاية الله. سلام.